فكرت قبل كده ليه بعض الناس حياتهم بتتحسن وناس تانية بتحس إن هي واقفة في مكانها مهما حاولت؟ السر مش في القرارات الكبيرة ولا في المجهود الخرافي اللي بيعملوه، فالنجاح مش من قفزة واحدة ولكن من خطوات صغيرة. في حاجة بس الأول لازم نتفق عليها، إنك ناوي تتغير، يعني خليك صريح قدام نفسك وحاول تقلل الأعذار، تمام؟ يلا بينا. في كتاب العادات الذرية جيمس كاتب في فقرة من الفقرات إن التغيير الحقيقي مش إنك تعمل حاجة ضخمة، لكن إنك تطور نفسك بنسبة 1% كل يوم. طب تعالوا نبدأ بالراحة واحدة واحدة. يعني إيه أصلا عادات؟ هي التغييرات الصغيرة جدا اللي تبان ملهاش تأثير دلوقتي لكن مع الوقت بتعمل فرق كبير. العادة دي حاجة بتعملها على مدار فترات طويلة حتى لو كمية التغيير قليلة. يعني بدل ما تقول هقرا كتاب كامل كل أسبوع، اقرا صفحة واحدة كل يوم. بدل ما تفكر إنك لازم تنزل الجيم ساعتين، ابدأ بتمرين 5 دقايق كل يوم ما بينك وبين نفسك. مع الوقت العادات الصغيرة دي بتبقى نمطية وبتوصل بيك لنجاح كنت فاكره مستحيل. طب هل العادة دي ليها قوانين؟ أيوة، 4. الوضوح، يعني ما تخليش الفكرة عايمة في دماغك ومش متحددة، ويبقى أفضل لو ربطتها بحدث أنت بتعمله يومي. القانون التاني قانون التحفيز. من الطبيعي إن لو الحاجة مملة مش هتستمر فيها أصلا، فخليها ممتعة. عاوز تذاكر خليك في مكان مريح واسمع موسيقى بتحبها. 3. البساطة. من الطبيعي برضو إنك لو بدأت بالصعب هتكسل ومش هتكمل، فابدأ بأبسط حاجة عشان تتشجع إنك تكمل. القانون الرابع والأخير قانون المكافأة. عشان تفضل تستمر لازم تحس إنك بتكسب. يعني مثلا هات ورقة واكتب فيها الحاجات اللي أنت بتحققها، وكل ما توصل لليفل معين كافئ نفسك. أفضل مثال أحب أستشهد بيه في العادات الصغيرة اللي بتوصل لنجاح كبير مايكل فيليبس. هو أكتر رياضي فاز بميداليات أولمبية في التاريخ، 28 ميدالية منهم 23 ذهبية. السر في العادات الصغيرة اللي كان بيكررها كل يوم. كان عنده التزام في مواعيد التمرين ومواعيد النوم وحتى مواعيد الأكل. لما كان عنده 15 سنة كان بيحطم أرقام قياسية كتير، وفي أولمبياد 2008 حقق 8 ميداليات ذهبية في بطولة واحدة، رقم عالمي محدش كسره لحد دلوقتي. الموضوع مش على قد كده وخلاص، إنه في سباق في 2008 وسط المسابقة نضارته دخل فيها مية ومبقاش شايف حاجة قدامه، ولكن عشان كان معود نفسه على عادات وكان مأقلم جسمه في التمرين قدر يحافظ على سرعته والفوز رغم المشكلة. النجاح سلسلة من التصرفات الصغيرة اللي بتكررها لحد ما تبقى جزء منك. مفيش شخص بينجح فجأة، النجاح نتيجة مجهود يومي مستمر بس.